أنطون وديع، ناشط سياسي وعضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، احكي لنا ازاي أصبت في الحادث في الأحداث الأخيرة. احنا كنا ماشيين بوسيلة ومعانا مجموعة من الألتراس ومعانا مجموعة شباب بتتحرك للمسيرة اللي كانت جاية من النادي الأهلي رايحة على وزارة الدفاع. المسيرة دخلت لغاية الوزارة عادي، ما كانش فيها مشاكل معانا. طلعنا تاني كان في مسيرة صغيرة داخلة، فقالوا لنا تعالوا معانا عشان العدد بتاعنا ما يبقاش قليل ويحصل مشكلة معانا جوه. يعني دخلنا معاهم، مجرد ما حطينا رجلينا قدام الوزارة كان الضرب اشتغل من شارع منصور علينا من كل النواحي. يعني كميات الغاز كانت كبيرة فما قدرناش نستحمل ورجعنا لورا. ايه اللي دخلكوا شارع منصور؟ كانت هي رسالة بس رايحة للداخلية عشان ان هما التسيب الزيادة بتاعهم اللي حصل في الماتش، وان هو تأثيرهم الزيادة عن اللازم ادى لان في 77 واحد ماتوا، فكانت الرسالة هتوصل لهم وراجعين. كان في كلام ان الموجودين في التحرير مش هم شباب الالتراس. لا، كانت معانا مجموعات نازلة باسمائها مش باسم الالتراس، لكن هم بينتموا للالتراس بالفعل. امبارح المجمع ضرايب، مبنى الضرايب اتحرق، تفتكر مين اللي ورا حرقه؟ اول امبارح لما كنا موجودين كانت قنابل الغاز اللي هم بيحدفوها فيها لهب، كانت بتولع في اي حاجه بتمسكها، فممكن يكون السبب ده لان انا امبارح ما كنتش موجود هنا. وزير الداخليه نفى ان يكون في قوات الشرطه ضربت خرطوش. لا، الكلام مش مظبوط، لان معانا زمايلنا مصابين بالخرطوش وفي ناس فقدت بصرها بسبب الخرطوش، وفي لينا زميل في الحزب برضه جات له الخرطوشه تحت عينيه. انت الاصابه بتاعتك بالتحديد ايه؟ الاصابه بتاعتي احنا كنا بعد ما دخلنا وابتدى الضرب حصل يعني، دخلت انا ومجموعه من الشباب للضابط اللي موجود، استاذننا احنا نكلمه من بعيد يعني، فسمحوا لنا ان احنا نخش له. اتكلمنا معاه ان احنا هنمشي الشباب بس انت واقف الضرب، فهو قال خلاص انا هوقف الضرب مفيش حد هيقدر حاجه وانتوا مشوا الناس. اتجاوبوا معانا ومشينا الناس لغايه بدايه شارع منصور كده، وابتدت الناس ترجع لورا. فجاه كده لقينا المدرعات جايه جري علينا في غاز وخرطوش شغالين جامد علينا. اتزنقت انا واثنين من اصحابي في حيطه كانت في ظهري والمدرعه كانت في وشي، فاضطريت اللي هو انا اطلع على وش المدرعه وانزل من جنبها كده. في نزلتي في قنبله غاز جت في دماغي. تفتكر مين اللي ورا المجزره اللي حصلت في بورسعيد؟ يا العسكر الداخليه مفيش بديل. النهارده مجلس الشعب كان المفروض يجتمع في جلسه طارئه لكنه ما اجتمعش. مجلس الشعب مش هيحل ولا يربط. شكرا، الف سلامه.